أعزائنا المشاهدين، حبايبنا الغاليين، رجعنا لكم من جديد. والمكان اللي احنا فيه ده بالنسبة للمطرة يعني ده ليه علاقة بآخر الفيديو يعني بإذن الله، فأنت تابع آخر الفيديو عشان خاطر تاخذ الأخبار. بالنسبة لكأس العالم للأندية، طبعا كل الناس سمعت التصريحات اللي قالها حبولو اللي هو مرتضى منصور، طبعا إن نادي الأهلي مش أولى والحسب دي طبعا، وخالد الغندور طبعا بعد ما حلق راسه قرعة. طبعا نمرة واحد دورت بوش حكم دورتين ومشي، وجاء اوباما حكم دورتين ومشي، وجاء ترامب ومشي، وحاليا موجودين بايدن وقرب يمشي. تمام. اتلعب 5 كاس عالم و4 دورات أولمبية و10 بطولات أفريقية. مصر لعبت كاس عالم وأخذت 3 بطولات أفريقية. تمام. طيب، عندك طفل اسمه محمد صلاح، عنده 9 سنين، خرج من ناشئين المقاولون وتألق مع الفريق الأول، وراح بازل، ومن بازل لتشيلسي، ومن تشيلسي لفورنتيا، ومن فورنتيا لروما، ومن روما لليفربول، وخد أحسن لاعب في سويسرا، وهداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، وأحسن لاعب في أفريقيا مرتين، وأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين، وأخذ دوري إنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكاس عالم للأندية. تمام. عندك الأهلي، احفظوا الأرقام دي يا أخواننا. عندك الأهلي خد 13 دوري، 7 أبطال دوري أفريقيا، 5 سوبر أفريقي، وحدة كونفدرالية، ولعب 7 كاس عالم للأندية، وأخذ 3 برونزية كاس عالم. تمام. كانت أياميها أخواننا النوكيا 3310 كان أحدث موبايل في العالم. كانش اخترعوا لسه اليوتيوب ولا البرامج اللي هي مالية السوشيال ميديا، ولا كان النت كانش وصل، وكان وصل بسلك التليفون الأرضي، وما اخترعوش أياميها الواي فاي. يعني كانت أسرع نت في مصر اللي هو 037 5000. تمام. كل ده وانت من وقتها ولسه بتقول السادسة يا زمالك، والبدح دا يحفل عليه عشان ما اخدش دوري ابطال افريقيا الثالثة على التوالي وال11 في تاريخ حصلها في افريقيا. يعني انت شغال تحفل من هنا ومن هنا. تمام. وانت اصلا لا ليك تاريخ يذكر ولا ليك تاريخ من هنا ولا من هنا، وطالع انت مرتضى منصور طالع الغندور ان اهم حاجه انه ما يلعبش نادي الاهلي، يلعبش نادي الاهلي. استغفر الله العظيم واتوب اليك. طيب خذ. طيب الخبر العاجل: تلقى اليوم النادي الاهلي خطابا من الاتحاد الدولي يخطره فيه بموعد اولى مبارياته في بطولة كاس العالم للاندية التي تستضيفها المغرب من 1 إلى 11 فبراير المقبل. وفقا للخطاب المرسل من الاتحاد الدولي، الأهلي يقابل أولاند سيتي يوم 1 فبراير 2023 في افتتاح أولى مباريات كأس العالم للأندية نسخة 2022. إن شاء الله بإذن الله، يعني إذا تجاوز الأهلي فريق أوكلاند سيتي سنقابل الوداد صاحب الأرض والجمهور في الدور الربع النهائي يوم 4 فبراير. وبإذن الله إن فاز نادي الأهلي إن شاء الله يعني على الوداد المغربي، سيقابل الأهلي فريق ريال مدريد الأسباني في الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير، والفائز سيخوض المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بشكل رسمي يوم 11 فبراير. نتمنى الأهلي بإذن الله فوز إن شاء الله، كده هويتي فوز ساحق. ده حبايبنا الغاليين بالنسبة للخبر المفرح النادي الزمالك وجمهور الزمالك. طيب الخبر المؤسف يعني بالنسبة للنادي الزمالك، وفرحة كبيرة للنادي الأهلي المصري. بص يقول لك نادي الأهلي المصري يفوز، الأهلي المصري يفوز على الزمالك 33 هدف مقابل هدفين فقط لنادي الزمالك في كرة الماء ببطولة أفريقيا، ويصل إلى المربع الذهبي. الله أكبر عليك يا شيخ، الله أكبر. بحرا وبرا، الله أكبر. 33 هدف. طب الهدفين دول يا أخواننا اللي جابوهم الزمالك، استغفر الله العظيم يا رب، يعني اللي نافعين في الأرض ولا في المية. الله العظيم، استغفر الله العظيم، الله العظيم يا. طيب أنا أنشك إن الهدفين بتوع الزمالك تمام من جابوهم إزاي يعني أنا نشك إن هم كانوا واخدين عوامة بطة. استغفر الله، استغفر الله العظيم واتوب اليه. 2 جايين على نفسهم ليه؟ تحسهم ان هم خايفين من الحسد. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. والله كويس ان فريق الزمالك بتاع كرة المياه دي طلعوا سلاح.
استغفر الله العظيم. والله العظيم ثلاثة. أنا ما عارف النادي اللي هو ملقبينا أصلا بكل حاجة وترسينا ليه وسط الناس الثانية. يا أخواننا ما يركنوه على جنب. استغفر الله العظيم. هذه اللي خلى الواحد طلع في المطرة عشان خاطر النطرة بتاعت الماتش النهائي. استغفر الله العظيم وأتوب.